طالب رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بفرض عقوبات صارمة ضد الإرهاب والتحري عمن يمول ويقف وراء الجماعات التي تسيل الدم في كل من في حضرموت وشبوة وأبين ومأرب وفي العاصمة صنعاء. كما دعا الزعيم صالح في حديث لوسائل الإعلام كل القوى السياسية إلى المصالحة باستثناء القضايا الإرهابية وخلق اصطفاف وطني واع للحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية، مجددا التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام حزب سياسي معتدل يقف على مسافة واحدة من كل القوى المتصارعة في الساحة. على كل حال، أولا أتحدث مع وسائل الإعلام وقلبي يقطر دما على الحادث الإجرامي الذي حدث يوم أمس في حضرموت، هذه المذبحة الشنيعة التي ليس لها مثيل في أي كتر في أقطارنا العربية أو في العالم الأجنبي. هذا لا علاقة لها ولا صلة لها بالإسلام. هؤلاء متمردين إرهابيين يعدمون الجنود ذبح، متعطشين للدم. هذه مذبحة يجب أن تدان، مش في اليمن، تدان دوليا وتدان بكل الوسائل، وتتخذ عقوبات صارمة ضد هذا الإرهاب. هذا عمل غير مقبول، عمل إرهابي، وأيضا يجب أن يجرى تحري من وراءهم ومن الممول لهذه الجماعات التي تسيل الدم في كل من حضرموت وشبوة وأبين ومارب وفي العاصمة صنعاء. مش تدان حزبيا، تدان عربيا ودوليا وإسلاميا. بالنسبة للجنة الموفودة من الأمم المتحدة، هي جاءت لتقصي حقائق، تقصي الحقائق، لأن هناك في شكاوي من هنا ومن هناك، شكاوي على أن هناك في معارك قليل للتسوية السياسية والانتقال السلبي للسلطة. إذا كان في أصابع اتهام توجه إلينا، نحن حاضرين، جيبوا براهينكم وجيبوا أدلتكم، ونحن مستعدين نخضع للدستور والقانون. أما مجرد اتهامات وضعف الأداء السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، تعلق الشماعة على الآخرين، هذا غير مقبول. نحن الذين قلنا السلطة لن تنقلها الاعتصامات في حي الجامعة والتحالفات التي حدثت في 2011، وجلسوا عدة أشهر. نقلناها نحن حريصين على عدم إراقة الدم اليمني، رغم أنه إراقة دماءنا، وأنا واحد من ضحايا الإرهاب الذي تآمروا علينا ونحن في صلاة الجمعة في أول جمعة في رجب، وسالت دماءنا أكثر من 300 شخص، قتل مننا 13 شخص، في المقدمة المناضل الكبير عبد العزيز عبد الغني. طيب ليش؟ نحن قبل هذا الحادث الإرهابي أعلنا في مجلس النواب والشورى والحكومة تعالوا للشراكة ونتقسم السلطة، على الرغم أن احنا الحائزين على الأغلبية من خلال صناديق الاقتراع، وبدلا من الانقلابات والعنف تعالوا للشراكة. رفضوا. خطب في 22 مايو في حشد جماهيري كبير، ودعيت كل القوى المعارضة ما يسمى بأحزاب اللقاء المشترك، تعالوا للشراكة، تعالوا للشراكة معنا في الحكومة وفي كل المفاصل. رفضوا، أصروا على انقلاب. وأنا أقول الحادث بدأ في أول جمعة رجب، هو عملية انقلابية تماما، مش استهدفوا الجامع وبس، استهدفوا دار الرئاسة والمعسكرات المجاورة لها بالديناميت لتفجير خزانات الغاز،
وضربونا بالمدفعية إلى داخل دار الرئاسة. ومع ذلك أنا أصدرت توجيهات فورا بعد أن فقت من الغيبة والأولى في الساعة الأولى إلى نجلي أحمد علي عبد الله الصالح قائد الحرس الجمهوري الذي كان يمتلك أكبر قوة عسكرية في داخل البلد، ومن أحدث الأسلحة وأحسن الرجال وأحسن الشباب المحترفين والمتعلمين، مش جيش ميليشيات، جيش محترف. صرت له تعليمات أول ما فقت بالتليفون: اوعى انك تطلع طلقة واحدة، انتبه، يكفي احنا نكون ضحايا ونكون فداء للشعب، يكفينا ما حصل، لا تراق الدماء. والتزم، وكان بقدرته أن يمسح مسح ونفذ تعليمات نائب رئيس الجمهورية آنذاك الفريق عبد الرب منصور هادي. وتكلمت مع الرئيس عبد الرب منصور هادي الحالي، وبعد ما أنذرني وأنا فقت من الغيبوبة قلت له: سيطر على الموقف وعلى كل المحافظات، انتبه أن يجروكم إلى حرب، لأنه المخطط هو جر اليمن إلى صوملته، صوملة اليمن. إذا لم نستطيع أن نوصل إلى السلطة كمعارضة، ما يسمى باللقاء المشترك في المقدمة الإخوان المسلمين، نصومل اليمن. لأنه ليش؟ سنتحدث حقد على الوحدة، واحد. اثنين، حقد على التعليم الذي ينتشر في كل أنحاء الوطن، التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم الجامعي، حقد على الجامعات التي انشأت، حقد على استخراج النفط، حقد على وجود التيار الكهربائي من مارب وعدن والحديدة، حقد على السدود والحواجز المائية، حقد على الديمقراطية، حقد على حرية الصحافة، حقد على كل شيء جميل، حقد على الشباب الناشئ والمثقف والمتعلم. هم يريدوا شعب أمي لا يفقه ولا يقرأ ولا يكتب، هم الذي يفقهون ويقرؤون ويكتبون ويختطبون، أما أنتم محرم عليكم كجيل. هذا هو كان الحق. إذا كان أنا قلت تعال إلى السلطة وأنا على رأس السلطة، رفض أن يأتي إلى السلطة، قال لا، يشتري السلطة كاملة في إطار انقلاب. طيب، نتحدث عن الفساد. من الفاسدين؟ تعالوا نقدمهم للمحاكمة، هاتوا بياناتهم. تتحدثون عن الأموال المنهوبة، تعالوا جيبوا بيانات البنك المركزي على وزارة المال، جيبوا دليل واحد أنه طلع دينار واحد ولا ريال واحد من البنك المركزي ولا من أي مؤسسة. أنا لا أريد أن أتهكم عليهم وأقول أنهم الآن يسعون في الأرض فساد وينهبون الدولة. الآن هو استهداف للنظام، استهداف الدولة واستهداف الوطن. ما يجري في المحافظات استهداف للوطن، استهداف للثورة والجمهورية، استهداف ل 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، استهداف ل 22 مايو. نحن ندعو كل القوى السياسية إلى المصالحة ما عدا القضايا الإرهابية، للمصالحة والمصارحة وخلق اصطفاف وطني واعي للحفاظ على الثورة والجمهورية والحرية والوحدة والديمقراطية. هذا نحن ندعو، وأنا أدعو باسم المؤتمر الشعبي العام كحزب سياسي معتدل يقف على مسافة طويلة من كل القوى المتصارعة في الساحة. لسنا مع فلان ضد فلان ولا مع حزب ضد حزب آخر، نحن على مسافة واحدة. نحن نرفض العنف ونرفض الإرهاب ونرفض الإقصاءات، إقصاء أي قوة سياسية إلا في إطار الدستور وفي إطار القانون. هذا ما حبيت أن أتحدث مع وسائل الإعلام، وأعتقد أن تكتفوا بهذا وقدوا شيء جميل وأنتم أجمل من الكلام. شكرا.